بيبدأ المسلسل مع بطلة نزيه اللي بتكون قاعدة على اللاب وبتشتغل وبيرن موبايلها، وبيكون مديرها اللي بيطلب منها تشتغل على مشروع جديد، فبتقول له انها الشهر ده عملت 30 مشروع، فبيرد ان ده المشروع الاخير وكمان في مكافأة وهيبعتها لها على البريد، وبعدها هيبقى يديها اجازة وبيوعدها. فبتقول له ان المشروع اللي فات قال لها نفس الكلام، بس بتبص على الفون فبتلاقيه قفل السكة في وشها. بتبص تاني لللابتوب علشان تكمل شغلها وبتستغرب من اسم القصة اللي بتكتبها واللي بتكون القلم السحري. بتقوم بعد كده وبتحس بدوخة جامدة جدا وبيغمى عليها. وفي مكان تاني بنلاقي وين داخل المعبد ومعاه المساعد بتاعه يانج، وبيكون عايز ينجح في الاختبار بتاع الرسم، وبيلاحظ ان في واحد بيراقبه بس مش بيهتم لانه مش بيفكر غير انه ينجح ويبقى رسام. وبعد ما بيخلصوا بيطلب وين من المساعد بتاعه يحط فلوس في الصندوق، بس بتقع بره الصندوق وبيسمعوا صوت غريب، وبتظهر زي فجأة واللي بتكون لابسه لبس مختلف وشعرها طويل ومختلف جدا. ولما بيسالوها بتعمل ايه في القصر الخالد بتاعهم بتتصدم زي جدا وبتفتكر ان دي القصه اللي كانت بترسمها وانها انتقلت لجوه القصه، وانها في مدينه يوي الشماليه وفي زمن مختلف عن زمنها. وبتبص على وين وبتعرف ان ده بطل القصه اللي هي رسمته، ولما بتيجي تقرب ناحيته بيمنعها يانج. بعد كده بيقول وين لمدير المكان انه لازم يمشيها من هنا لان المكان ده بيبقى للرسامين بس، وبيمشي مع المساعد بتاعه. وبيروح المدير لزي وبيطلب منها تمشي لانها مش واحده من الرسامين اللي تبع القصر الخالد، وبيمشي المدير. وبتقف هي بعدها مع نفسها وبتقول ان المكان هنا جميل جدا واحسن بكتير من انها تكون رسامه في شركه. بينتقل المشهد عند وين اللي بيكون بيرسم ومعاه يانج، وبيتكلموا سوا عن الشخص اللي شافه وين وهو بيراقبه. وبيقول وين ليانج ان اكيد الشخص ده تبع باباه وانه بعته علشان يراقبه وانه فاكره غبي وما اتعلمش حاجه من دراسته العسكريه. بعد كده بينتقل المشهد فلاش باك، وبيفتكر وين ابوه وهو بيزعله لانه عايزه يبقى رسام زي باقي العيله، وبيكون وين عايز ينضم للجيش، وبتكون دي امنيته لانه هو صغير في حرامي دخل عليهم البيت وقتل مامته. وبيزعق مع باباه وبيقول له ان فرشه الرسم مش هتحميه ولا هتخليه عارف يحمي حد من اللي بيحبهم، وبيقول له انه هيسمع كلامه وهيعمل اللي هو عاوزه وهيروح اكاديميه الرسم، بس بعد ما يخلص ويبقى رسام هيروح ينضم للجيش. بعد كده بنشوف زي بتتمشى في المدينه وبتشوف اكاديميه الرسم بتاعت يوي، وبيكون الحراس نايمين على نفسهم بس بيكونوا ماسكين حبل قصاد بعض علشان محدش يعرف يخش، لكن زي بتكون حابه تدخل فبتقرر انها تعدي الحبل بالراحه. لكن لما بتيجي تعدي بيحسوا بيها الامن وبيسالها الحارس بتعمل ايه هنا، فبتقول له انها سمعت ان الرسام وين من الاكاديميه دي وموجود في الاكاديميه دلوقتي وهي كان نفسها تشوفه بس علشان هي من اشد معجبينه. لكن الحارس بيمنعها برضه، فبتقعد تنادي على وين بصوت عالي، وبيطلعوا كل طلاب الاكاديميه يشوفوا فيه ايه. لكن بيجي واحد بسرعه بينادي عليهم وبيقول لهم ان وين هيعرض رسمته دلوقتي، فالكل بيجري علشان يشوف الرسمه وبيقفل الحراس الباب. وزي بتبقى عايزه تدخل وطبعا مش بتعرف، بس بتلاقي فرشه رسمه على الارض فبتوطي تاخدها وبتحاول تفتح قفل الباب لحد ما بتنجح وبتدخل. وعند الطلاب بنلاقي الكل متحمسين جدا يشوفوا الرسمه، لكن لما وين بيفردها قدامهم الطلاب بتتصدم، وبتكون الرسمه بسيطه جدا وعاديه فالكل بيستغرب منه، بس بيحاولوا يظهروا انها حلوه وانهم فهموا معناها. وبيكون وين بيراقب الكل علشان يلمح الجاسوس اللي ابوه بعته عشان يراقبه، واول ما بيشوفه وبيتاكد انه شافه وسمع كل حاجه بيقول للطلاب ان الرسمه ما عجبتهوش وهيرسم غيرها، وبيولع في الرسمه قدامهم وبيحرقها. وفي نفس الوقت بتكون زي بتراقب كل حاجه وبتحط الفازه على وشها علشان محدش يشوفها، لكن وين بياخد باله منها وبيقرب عندها علشان يسالها عن رايها في الرسمه، بس لما بيشوف انها نفس البنت بيستغرب جدا، بس بيقول له الحارس بسرعه انها معجبه برسمه وكانت عايزه تشوفه. بيقول لهم وين في اللحظه دي ان المعلم قرب يجي، وبيطلب منهم كلهم ان كل واحد يشوف كان بيعمل ايه، وفعلا الكل بيسمع كلامه وبيمشوا. بيقف وين قدام زي وبيسالها لو هي فعلا معجبه بالرسمه، فبتقول له ان التلميذ الرئيسي في الاكاديميه وانها كانت نفسها انه يعلمها الرسم. فبيسالها ويا ترى فهمت ايه من رسمته، فبتحاول تخترع اي حاجه تقولها له وهو بيبقى عارف انها بتكذب لان لوحته بسيطه جدا ومش بتعبر عن اي حاجه. وبعد كده بيطلب من يانج انه يسيبهم لوحدهم لانه هيتناقش معاها شويه وهي بتكون خايفه جدا، فبتحاول تخلع منه وبتقول له ان مامتها اتصلت بيها وعايزاها، بس هو بيمسكها بسرعه وبياخدها معاه لحد اوضته وهي بتكون خايفه جدا منه، فبتحاول تضربه بالفازه اللي كانت بتستخبى فيها بس بيشوفها قبل ما تضربه فبتتوتر جدا، وبتقول له انها بتدور لها على مكان عشان تحطها فيه، فبيقول لها حطيها على الارض. وبعد كده بيسالها جايه ليه بالظبط، فبتقول له انها جايه علشانه وعلشان يعلمها الرسم لانها مبتدئه جدا، فبيقول لنفسه انه مش لازم حد غيره يعرف انه مش بيعرف يرسم علشان ابوه يسمح له يروح للجيش، وانه لازم يفضل في الاكاديميه لحد ما ينجح في الاختبارات ويبقى رسام. وبعدها بيقول لها ترسم له اي حاجه علشان بس يشوف مستواها، فبترد انها مش بتعرف ترسم غير الاشخاص بس، فهتروح ترسم وتبقى تجيله تاني لما تخلص. وبتقعد ترسم بس بتكون خايفه جدا ترسم احسن منه ويتضايق منها، وبتبدا رسم وبتحاول تبين قد ايه مستواها ضعيف، لكن وين بيكون عنده قوه ملاحظه ومن نظره عينيها وحركتها بيعرف انها رسامه شاطره وبترسم من سنين، وبيفتكر ان باباه بعتها علشان تراقبه. وفي الوقت ده بتخلص دي الرسمه وبتديها له فبيتصدم جدا، وبتقول له انها رسمها وحش زي ما هو شايف ونفسها انه يعلمها الرسم، وانها لما شافت رسمته اتمنت تبقى زيه وبتعتذر لو ضايقته.
هيئته، وبتيجي تمشي بس بيوقفها وبيقول لها انها ممكن تفضل في الاكاديميه لمده 3 شهور لحد ما هو يتخرج ويتعين كرسام. فبترفض وبتقول له انه ممكن ما يتعينش وهي كده هتضطر تقعد وقت اطول. فبيقول لها ان عنده طريقته الخاصه وان وقتها هيعرف يتصرف كويس جدا. بس بترفض زي وبتيجي تمشي، فبيرمي هو الفرشه على الباب، فبتخاف جدا وبتروح له بسرعه وبتقول له انها موافقه. وبعد كده بياخدها يانج لاوضتها وبيقول لها ان وين هيتكفل بكل مصاريفها، بس اول ما يتعين هي هترجع له كل الفلوس دي تاني، بس بيكون المبلغ كبير جدا فمش بتبقى عارفه هتدفعه له ازاي تاني. فبتقرر انها تشتغل وبتتمشى في المدينه وهي بتفكر وبتفتكر الناس اللي بتشتري لوح من الرسامين، فبتقرر انها ترسم وتبيع لهم. وبيشوفها وين ويانج وهي بتتسحب فبيقرروا يراقبوها. بيمشوا وراها فعلا وهي بتروح علشان تشتري لوح للرسم، بس بتلاقيها غاليه قوي. بتقول للراجل انها ترسم عليها وتبيعها، واول ما هتاخد الفلوس هتديله حقها، بس هو بيرفض وبيطردها. وبتفضل تمشي بعدها شويه وفجاه بتشوف المعبد وبتفتكر صندوق الفلوس اللي الناس بتتبرع فيه، فبتقرر انها تدخل وتاخد فلوس من الصندوق وتبقى ترجعهم بعدين لما تكسب فلوس. بتدخل زي فعلا وبتلاقي شاب قاعد وبيدعي، فبتقرب بالراحه من الصندوق بس مش بتلاقي الفلوس. وبيبتسم الشاب وبيقول لها ان المدير جه وخدهم وان هم بس اللي بيبقى مسموح ليهم انهم ياخدوا الفلوس. فبتطلع من المعبد وهي متضايقه وبتشوف اللبس بتاع المدير منشور، فبتقرر انها تلبسه وتعمل نفسها المدير عشان تقدر تاخد الفلوس. وبتدخل لاوضه المدير عشان تغير هدومها وبيدخل وين وراها وبيستخبى وهي بتسمع صوته وبتترعب. ولما بتحاول تضربه لانها مش بتبقى عارفه مين اللي واقف، بتلاقيه هو اللي واقف مستخبي، فبتتصدم. بيقول لها وين انه كان بيراقبها لما شاف تصرفاتها الغريبه، وبيسالها يا ترى بتعمل ايه بقى في اوضه المدير. فبتفضل تحكي له اللي حصل واللي كانت عايزه تعمله. وفي نفس الوقت بيسمع صوت المدير اللي بيكون بيزعق جامد بسبب ان هدومه اتسرقت. وبيجي الشاب بسرعه وبيقول له ان محدش كان موجود هنا غير زي، وبيقول له ان هي الوحيده اللي ممكن تكون خدتهم لانه ما شافش غيرها. وهم واقفين بيتكلموا بيسمعوا صوت جاي من اوضه المدير، فبيمشوا ناحيتها علشان يشوفوا مصدر الصوت وهل في حد جوه ولا لا. وبيهرب وين وزي بسرعه قبل ما يجوا. وبعدها بياخد وين زي علشان يشتري لها الادوات اللي كانت عايزاها. وبالليل لما بتقعد زي علشان ترسم القلم بتاعها بيتكسر. وفي اوضه وين بيكون بيتكلم مع يانج وبيقول له انه هيخرج يراقب تشاو الرسام الكبير، لان في ناس بتخطف الرسامين الفتره دي، وبيطلب من يانج يراقب زي كويس. فبيقول له انها من الصبح قاعده في اوضتها وبترسم، فبيرد عليه انه برضه ياخد باله منها. فبيوافق يانج وبيمشي وبيسيبه علشان يغير هدومه. وعند زي بتقرر تروح لوين اوضته علشان تاخد منه قلم تاني، وهو بيكون خارج لكن اول ما بيلمحها بيجري يقعد على مكتبه وبيعمل نفسه بيتدرب على الرسم. وهي لما بتشوفه بيرسم بتقرر انها تستناه لحد ما ينام علشان تاخد القلم بتاعه. بتستناه ساعتين بس هو مش بيقوم وبيفضل قاعد، فبتقوم لما بتفقد الامل. لكن بتلمح الحراس فبتدخل الاوضه بسرعه، بس بتصرخ فجاه لما بتشوف شخص مقنع، وبتبقى تصرخ تاني بس وين بيشيل القناع وبيقول لها ان هو وما تخافش. بس طبعا الحراس بيكونوا سمعوا صوتها من بدري وبيكونوا واقفين قدام الاوضه. بيسالها وين كانت عايزه ايه منه، فبتقول له انها كانت جايه علشان تاخد منه قلم تاني لان قلمها اتكسر. فبيرد انه هيديها قلم تاني بس الجريف اللي هيعمله دلوقتي. وهي بتستغرب جدا منه ومش بتكون فاهمه، بس بتوافق. وهو فجاه بيزقها بره الاوضه وبيزعق لها وبيقول لها انها ما تجيش اوضته هنا تاني، خصوصا في وقت متاخر زي ده، وانه مخصص حياته للرسم وبس مش للحب. وطبعا الحراس لما بيسمعوا الكلام بيفهموا اللي كان بيحصل وبيمشوا، وبتكون زي محرجه جدا من اللي حصل وبتروح لاوضتها بسرعه. ولما بتنام زي بتحلم ان رسوماتها بتتباع والكل عايز يشتريها. ولما بتصحى من النوم بتلاقي نفسها في اوضتها وبتسمع الحراس وهم بيتكلموا عن المعلم تشاو الرسام الكبير اللي لوحه كلها بتتباع باسرع ما يمكن. وبتعرف انه عامل محاضره عشان يشرح للرسامين فيها ازاي يسوقوا اللوح بتاعتهم. وبتفرح زي جدا وبتقرر انها تروح المحاضره. لكن وهي خارجه بتقابل وين، ولما بيسالها رايحه فين بتقول له انها تروح تحضر المحاضره. فبياخدها معاه على جنب وبيقول لها وهو متوتر انه سمع المحاضره قبل كده وانها مش مفيده. فبتقول له انه ما يهمهاش وانها برضه عايزه تسمعها. فبيفهمها انها لو راحت هتديله فلوس زياده. فبتتضايق جدا منه وبتقول له انها خلاص مش هتروح. وبعد كده بيخرج وين مع يانج وهم ماشيين بيشوفوا 3 رجاله مقنعين وبيكونوا مستنيين المعلم تشاو يخلص المحاضره ويخرج. وبالغلط بيدوس وين على جذع شجره موجوده على الارض، فبيعمل صوت وبياخدوا بالهم وبيقوم واحد فيهم علشان يشوف مصدر الصوت ايه. ولما بيروح ناحيتهم بيضربوا وين وبيخليه يغمى عليه. اما على الناحيه الثانيه بنلاقي زي راحت المحاضره برضه وبتطلب من معلم تشاو انها تساله شويه اسئله. وفي نفس الوقت بنشوف وين وهو لابس لبس المقنع اللي ضربه، وبيقول ليانج ياخد المقنع اللي ضربوه ده ويسلموه للشرطه، وانه يعرف المسؤولين كل حاجه ويخليهم يجوا علشان يساعدوه. وبعدها بيروح يقعد مع الاثنين التانيين على اساس انه صاحبهم التالت. وبيشوفوا المعلم تشاو وهو خارج وبيتصدم وين لما بيلاقي معاه زي وبيبقى متوتر ومش عارف يعمل ايه. وبعد كده بيروحوا ال3 علشان يخطفوا المعلم تشاو، وبيضرب وين زي في رقبتها قبل ما تصرخ وبيغمى عليها. وبيشيل المقنعين الاثنين المعلم تشاو وبيشيل وين زي وبيروحوا عند الغابه وبيربطوا المعلم تشاو في الشجره. وبتكون زي عامله نفسها فاقده الوعي، واول ما بينزلها وين بتحاول زي تضربه، بس بياخدها وين
يربطها مع المعلم تشاو بعد ما باقي العصابه بيطلبوا منه ده، وبيكونوا مستنيين رئيس العصابه يجي، وبيكون وين خايف على زي، فبيقنع باقي العصابه انه ياخدها على الجبل ويقتلها، فبيوافقوا على كلامه. بيقرب بعد كده علشان ياخدها وبيحاول يوريها وشه ويعرفها ان هو علشان تطمن، بس البعيده بتتغابى ومش بتعرف برضه رغم كل التلميحات اللي بيعملها لها، وبتروح بسرعه للاتنين التانيين وبتقول لهم انها بتعرف ترسم كويس قوي وانها اصلا تبقى تلميذه المعلم تشاو، فبيقرروا انهم يسيبوها علشان ترسم لهم لوحه وهو يكونوا استفادوا منها باي حاجه. وبيكون وين واقف يشتمها في سره لانها كده كانت عماله تصعب الامور بالنسبه له، وهي بقى بتوقفهم علشان ترسمهم وبتخليهم يبصوا الناحيه التانيه، وبتطلب منهم يرفعوا ايديهم لفوق علشان ترسمهم، وبتعمل نفسها بترسم بس هي بتهرب بسرعه. وبيكون يانج في الوقت ده مع الجنود وبيدوروا عليهم، وزي بتلمحهم فبتجري بسرعه عليهم وبتقول لهم يوصلوا ازاي للعصابه، بس بتستغرب جدا لما بتشوف يانج معاهم، ولما بتساله بيعمل ايه معاهم بيتوه في الكلام ومش بيرضى يرد عليها باجابه مباشره. وبعد كده بيروحوا الجنود علشان يمسكوا العصابه اللي بيكونوا في الوقت ده بيحاولوا يشوفوا طريقه يهربوا بيها، بس مش بيعرفوا لما بيضربهم وين على دماغهم علشان يفقدوا الوعي، وبيروحوا الجنود علشان ينقذوا المعلم تشاو وبينجحوا في ده فعلا. بالليل بيرجع وين لاوضته وبيكون متصاب وتعبان، فبيقول له يانج انه لازم يطلب له الدكتور، لكن وين بيرفض وبيقول له يجيب له ميه سخنه، وبيقوم يانج علشان يجيب له زي ما طلب. وبتيجي زي في الوقت ده واللي بتكون رجعت هي كمان وبتخبط على الباب بتاعه وهي خايفه، فبيقوم هو وبيفتح، وهي اول ما بتشوف الجرح اللي في صدره وكمان لبس المقنع اللي خطفها بتخاف جدا وبتفتكر انه شغال معاهم وبتجري منه، وبتروح على اوضتها بسرعه وبتلم حاجتها علشان تمشي، بس فجاه بتغير رايها وبتقرر تقعد علشان ما يخطفوش المعلم تشاو مره تانية. وتاني يوم بيروح المسؤول لوالد وين وبيبلغوا انهم قبضوا على العصابه اللي بتخطف الرسامين، وكل ده كان بفضل ابنه وان هو اللي ساعدهم وبلغهم، وانه اتصاب امبارح وعلشان كده هو جاي وجايب له علاج علشان يشكره على مجهوده معاهم. وبيمشي المسؤول وبيتضايق والد وين جدا وبيطلب من المساعد بتاعه انه يروح يطلب من وين انه يجيله، وفعلا بيروح له وبيقول له ان ابوه طالب منه ان هو يرجع البيت علشان عايزه. وعلى الناحيه التانيه بنشوف زي راحت للسيده مي، ودي بتكون مرات ابو وين، وطبعا زي مش بتبقى عارفه بس بتكون راحت لها علشان عرفت ان السيده مي بتحب تشتري اللوح اللي بتعجبها من الرسامين وبتعرض عليها زي اللوحه بتاعتها، بس بتكذب عليها وبتقول لها انها اشتريتها من فتره وعايزه تبيعها دلوقتي، وان اسم اللوحه لوتس وديك، والسيده مي بتعجب باللوحه جدا وبتقرر تشتريها. بيروح وين لباباه اللي بيفضل يزعله عشان مش بيهتم بدروسه، لكن بعد كده هيروح ينضم للجيش عشان يعمل الحاجه اللي هو بيحبها زي ما عمل له اللي هو عايزه، وبيمشي بيلمح زي واقفه مع مرات ابوه وبتاخد منها فلوس وبيتضايق جدا وبيمشي لان بيفكر ان هي اللي قالت لابوه على موضوع العصابه، وعلشان كده طبعا بتاخد الفلوس. بعدها بيروح ليانج وبيحكي له كل حاجه وبيقول له انه لازم يعامل زي كويس جدا عشان تشكر فيه قدام ابوه. وعند زي بتكون راحت السوق علشان تشتري كل اللي هي عايزاه ومحتاجاه، وبتروح بعد كده للمكتبه علشان تجيب فرش وورق للرسم، وبيجي وين وبيدفع لها ومش بيرضى ياخد منها فلوس خالص، وكمان بيشيل الحاجه بتاعتها وبيقول لها انه يوصلها، وفعلا بياخدها يوصلها لحد اوضتها وبيعملها بطريقه حلوه جدا وهي بتكون مستغربه من تغييره معاها. وعلى الناحيه التانيه في بيت والد وين بنشوفه هو ومراته وبيكونوا جايبين المعلم تشاو وبيفرجوه على اللوحه بتاعت زي، وبتعجبه جدا وبياخدها منهم علشان يعرضها في المزاد اللي هيتعمل. وعند وين بيقضي اليوم كله مع زي وبيفضلوا يشربوا ويهزروا سوا كتير، ولما بيجي يخرج بالليل من عندها بيلاحظ رسمه ليه على مكتبها وبيكون مرسوم بطريقه حلوه جدا ومحترفه، فبيفتكر ان ابوه اللي رسمها واداها لزي علشان تعرف شكله، وبياخدها من على مكتبها وبيمشي. وتاني يوم بيقول لهم المعلم يسلموا الواجب المنزلي، ولما الكل بيستغرب علشان اصلا ما كانش فيه واجب وانه ما طلبش منهم اي حاجه، فبيقول لهم ان المعلم تشاو كان طالب منهم رسمه واللي هيسلمها هياخد نقاط اضافيه، وبيكون قصده انه يشوف مين اللي هياخد الموضوع على محمل الجد. وطبعا الطلاب كلهم بلا استثناء بيكونوا مش راسمين اي حاجه، وفي الوقت ده بيطلع وين رسمه زي وبيديها للمعلم وبيقول له مش رسمته وانه مش مهتم ياخد نقاط اضافيه. وفي اوضه زي بتصحى على دوشه طلاب وهم بيتكلموا عن الواجب المنزلي، فبتقوم بسرعه علشان تروح قاعه الدرس وتشوف ايه اللي بيحصل. وعند المعلم والطلاب بنلاقيهم مش مصدقين وين وان الكل بيقول ان رسمته اكيد وهو مش عايز يقول. ولما بتدخل زي بتقول ان الرسمه بتاعتها، بس طبعا مفيش اي حد بيصدقها، وبياخدها وين بعيد عنهم علشان يتكلم معاها وبتتهمه انه نسب رسمتها ليه، فبيقول لها انه قال لهم انها مش بتاعته بس محدش عايز يصدقه، وان المعلم قال ان اللي يرسم لوحه زي دي لازم يكون قاعد مع الشخص مش اقل من 10 سنين، وبما انها طبعا لسه عارفاه من كام يوم فالاكيد ان الرسمه مش بتاعتها، وان هو متاكد ان ابوه هو اللي رسمها لها واداها لها. فبتضحك بسخريه كده وبحزن وبتقول له انها مش هترد عليه، وان طالما ده اللي شايفه يبقى خلاص ملوش لازمه الكلام، وبتسيبه وبتمشي. بيروح وين لقاعه الدرس بعد ما هي بتمشي وبيقول للمعلم ان ابوه هو اللي رسم اللوحه، فبيديله المعلم الرسمه تاني وبيقول له ان للاسف علشان ابوه رسام كبير مش هينفع يقدموا الرسمه للمعلم تشاو. وبيمشي بعد كده الطلاب من القاعه، وبعدها بيروح وين يتكلم مع يانج وبيبلغه ان زي اعترفت تحت ضغط منه ان ابوه هو اللي رسم اللوحه،
اللوحه، فهو كده اتاكد انها جاسوسه وانها جايه تراقبه، فهيكمل في الخطه بتاعته زي ما كان بيعمل وهيعملها بطريقه كويسه، وهيبين قدامها انه بيجتهد علشان يبقى رسام وهي تروح تعرف باباه. وبعد كده بنشوف زي وهي ماشيه وبتكون متضايقه منه جدا، بس هو بيطلع قدامها فجاه زي فرقع لوز وبيقول لها انه عايزها تيجي تتغدى معاه، ومش بيديها حتى كمان فرصه انها توافق او ترفض، وبياخدها بسرعه علشان ياكلوا مع بعض لانه بيبقى عايز يتكلم معاها. ولما بيروحوا ياكلوا بيقول لها انه طالما هي عايزه تتعلم الرسم وهو كمان يبقى هدفهم واحد وانهم يتعلموا سوا، وانه دور كتير وعرف معلومات عن الرسامين المشهورين اللي ممكن يتعلموا منهم، وبيطلع لها معلومات الرسامين اللي بتكون كتير وهي بتتخض وبتخاف جدا وبتفتكر انه عايز يخطفهم. فبتساله هل راقب كل الرسامين دول الاول ولا لا، فبيقول لها انه طبعا راقبهم علشان يتاكد اذا كانوا كويسين وشاطرين بجد ولا ايه، بس هي بتكون متوتره جدا وباين عليها، فبيقعد يقنعها تيجي معاه وهي مش بتكون عايزه. وهم قاعدين بيسمعوا صوت المعلم هاو، وده بيكون واحد من الرسامين اللي وين باحث عنهم وحابب يتعلم منهم، وبيمسك ايديها بسرعه بعد ما بيقول لها انهم لازم يروحوا له، وبياخدها وبيقوموا. وبيكون المعلم هاو مع المعلم تشاو وبيتغدوا سوا، وبيخبط عليهم وين، واول ما بيعرفهم بنفسه بيسمحوا له يدخل لانهم بيكونوا عارفين باباه، وبيطلب منهم يدوله شويه نصايح علشان يبقى رسام محترف. والمعلم تشاو بيوافق وبيقول له يجيله بالليل، اما المعلم هاو بيديله هو كمان ميعاد بس بيقول له يجيله بكره. وبتكون زي واقفه معاهم ومتوتره جدا، ولما بترجع لاوضتها بتقعد تفكر ازاي هتمنعه يروح ويخطفه. وبعد كده بيروح وين للفندق اللي قاعد فيه المعلم تشاو بالليل، وبتكون زي مراقباه طبعا، واول ما بتشوفه رايح اوضه المعلم تشاو بتروح وراه، وهو اول ما بيدخل بيدور عليه لكن مش بيلاقيه. وفجاه بتدخل عليه زي وبتساله هو ليه بيعمل كده، وهو مش بيفهم قصدها طبعا. ومره واحده بيسمعوا صوت المعلم تشاو اللي بيكون معاه بنت، وبتقول له ان عامل نفسه رسام كبير وهو مش بيعرف يرسم من اساسه، وهيعمل ايه بقى يا ترى لو حد اكتشف السر ده. فبيضحك وبيقول لها ان اللي هيعرف حياته مش هيخليه يرسم تاني وهيمنعه يشتغل نهائي. وطبعا بيتصدم وين وزي جدا، وبيحاولوا يستخبوا علشان ما يشوفهمش، ومش بيبقوا لاقيين مكان يستخبوا فيه، بس بيستخبوا في الاخر في الدولاب. وتاني يوم بيرجعوا للاكاديميه وبيلاقوا يانج جاي عليهم، وبيقول لهم انهم علشان ما جوش الدرس المعلم قرر ان هما الاثنين هيكونوا في مجموعه مع بعض، وده علشان يعملوا الواجب المنزلي. ولما بيجي وين يرفض بتتكلم زي قبله بسرعه وبتقول انها موافقه، وبتاخد اللوحه من ايد يانج وبيروحوا على اوضتها عشان يعملوا الواجب. وبيكون وين مش عارف يرسم بس بيحاول انه ما يحسسهاش بده، علشان طبعا لو عرفت انه مش بيعرف يرسم هتبلغ ابوه. وبتلاحظ زي انه مش بيرسم، فبتساله ليه ما بيرسمش، فبيقول لها انه كان ماسك باب الدولاب طول الوقت بالليل وان ايده وجعاه بسبب كده. فبتقرر زي انها تساعده وبتروح تقف وراه وتمسك ايده علشان تساعده في الرسم، وهو بيكون بيبص لها وفرحان. وبعيد شويه عنهم بنشوف واحد واقف بيراقبهم، واللي بيكون هو الجاسوس اللي ابوه بعته يراقبه. وبيروح بسرعه الجاسوس يقول لابوه ان وين بقى بيرسم كويس جدا، ومش بس كده لا ده كمان بيعلم طالبه معاه ازاي ترسم. وبيتبسط ابوه جدا وبيقرر انه يروح لهم الاكاديميه. وتاني يوم بيروح ابوه فعلا على الاكاديميه وبيتعرف على زي اللي بتكون مع وين وقتها، وبيعتذر لابنه علشان كان بيضغط عليه طول الوقت، وانه خلاص الحمد لله بقى بيرسم كويس وتحسن عن الاول كتير، وبيسلم عليهم وبيمشي. وبعد كده بيكون وين ماشي علشان رايح يقابل المعلم هاو زي ما بيكونوا متفقين، بس بتوقفه زي وبتمنعه وبتقول له انها مخنوقه قوي. فبيقرر انه هيقعد معاها وبيتعشوا سوا، وبتقرر انها تتكلم معاه، وبتساله ليه بقى مجرم وقاطع طريق وبيشتغل مع العصابات. فبيتصدم منها جدا وبيعرفها انه كان بيساعد المسؤولين عشان يقبضوا عليهم، بس هي مش بتصدقه وبتقول له انه حتى كان رايح يقابل الرسامين عشان يخطفهم، بس بينكر كل ده وبيقول لها انه عمل كده قدامها علشان يبان ان بيدرس كويس، وان لما ابوه يسالها تعرفه كل ده فبتبتسم وبتقول له ايه علاقتها بابوه وهتعرفه ليه اصلا. فبيرد عليها انه عارف ان ابوه اللي بعتها علشان تتجسس عليه. فبتبص له بصدمه وبتقول له انها لسه شايفه ابوه حالا، وبيكتشف وين انها لا جاسوسه ولا نيله، وهي كمان بتعرف انه مش مجرم ولا قاطع طريق. وتاني يوم بيروح المسؤول لوالد وين وبيعرفه ان اللوحه اللي مراته ادتها للمعلم تشاو باعها في مزاد بختم خاص برسام مشهور، وطبعا الختم طلع مزور، وبكده اللوحه طلعت مزوره. وبنلاقي يانج رايح بسرعه وبيبلغ وين اللي بيكون واقف مع زي، واول ما بيسمعوا اسم اللوحه بيبصوا لبعض وبياخدوا يانج لاوضته علشان يتكلموا وبيحكوا له كل حاجه، وبيحاولوا يفكروا في اي حل للمشكله دي، لان كده زي هيتقبض عليها لو ما لقوش حل بسرعه لانها هي اللي باعت اللوحه الاول. وبيجي لوين فكره وبيقترحوا انهم يشتروها من المزاد وبعدها يتخلصوا منها، بس بيلاقوا ان سعرها غالي جدا. وبتتصدم زي وبتستغرب لانها باعتها بسعر ارخص من كده بمراحل. وبعد كده بيوريها وين قضايا وبيقول لها انهم لو حلوها يجمعوا جزء كبير جدا من الفلوس. وبتلمح زي قضيه منهم واللي بيكون خاصه بالمعلم تشاو، فبيستغربوا وبيقرروا يروحوا للمسؤول عشان يفهموا منه. ولما بيروحوا بيقول لهم المسؤول ان المعلم تشاو بيقول انه لما خد اللوحه من السيده مي كان عليها الختم بتاع الشخص المشهور ده، وانه ملوش دعوه باي حاجه. فبيجي في بال زي فكره حلوه، وهي انهم يوقعوا البنت اللي كانت مع المعلم تشاو المره اللي فاتت لانها اكيد عارفه عنده حاجات كتير. بعد كده بيعزم وين البنت على العشاء، وبتكون زي مستخبيه في الدولاب، ووين بيكون متوتر جدا
جدا ومش عارف يتصرف ازاي، والبنت بتكون بتحاول تقرب منه وهو مش بيبقى عارف يتكلم او ياخد منها اي معلومه. فبتقرر زي في الوقت ده انها تتدخل وبتطلع من الدولاب تعمل نفسها مراته وانها كانت بتراقبه وبتهدد البنت وبتقول لها انها لازم تاخدها على المحكمه حالا لانها كانت بتحاول تقرب من جوزها. وفي الوقت ده البنت بتخاف جدا وبتترجاها ما توديهاش المحكمه وهي هتعمل لها اي حاجه. فبيستغل وين الفرصه وبيسالها هل تعرف اي حاجه عن المعلم تشاو وهل قال قدامها في اي وقت انه معاه اي ختم مزور. فبتقول لهم انها في مره سمعته بيقول انه اشترى ختم من محل بيبيع انتيكات في شمال المدينه، وبيقرروا انهم هيروحوا للمحل ده تاني يوم. بتكون زي في الوقت ده متضايقه جدا من وين وبتبقى مش عايزه تتكلم معاه، ولما بيرجع لاوضته بيحكي ليانج اللي بيقول له انها ممكن تكون متضايقه علشان البنت كانت بتحاول تقرب منه. فبيرد وين ان اصلا الفكره دي كانت فكرتها هي من الاول. فبيقول له ان عادي ممكن هي لما شافت ده قدامها اتضايقت لانها معجبه بيه. فبيفرح وين بالكلام بس بينكره فورا وبيقول له ان مفيش اي حاجه بينهم. وبعد كده بنلاقيه بيروح لها اوضتها علشان يصالحها وبيقعد معاها شويه. وتاني يوم بيكون مستنيها تخلص لبس، ولما بتخلص بتخرج وبيوريها صوره ليهم وانهم مطلوبين للعداله علشان لما يروحوا شمال المدينه تكون الخطه محكومه. وكمان بيكونوا هيمثلوا انهم اتنين متجوزين وبيديها هدوم معينه تلبسها وبياخدها بعدها وبيروحوا على شمال المدينه. بيقفوا عند بياع الخضار وبيقولوا له انهم مطلوبين للعداله وانهم جايين يستخبوا هنا وانهم يشتروا شويه شارات علشان يعملوا كام صفقه كده في المستقبل. فبيقول لهم يجوا وراه وبيروحوا عند صاحب المحل، واللي بيقول لهم وقتها انهم بيساعدوا بس العملاء اللي عارفينهم. ووقتها بيحس وين ان في حاجه غلط وبيقول لهم انهم مش عايزين يتعاملوا مع حد، بس لما بييجوا عشان يخرجوا بيمنعهم الحراس وبيقول لهم صاحب المحل انه مش هيسيبهم يمشوا كده عادي بعد ما عرفوا مكانه. فبيرد وين انه اصلا مطلوب القبض عليه واكيد يعني مش هيروح يبلغ عنه لانهم كده يتمسكوا، لكن الكلام مش بيدخل دماغ الراجل وبيطلب من الحراس يمسكوهم. فبيضربهم وين وبتطلب زي من صاحب المحل انه يسيبهم لان ده استغلال وهم جايين عشان يساعدهم مش عشان يعملوا كده. وفي الوقت ده بيكون وين ضربهم وخلص عليهم وبيهدي زي وبيقول لها ان مع مهاراته في الدفاع عن النفس ومهاراتها في الرسم محدش يعرف يعمل لهم اي حاجه. واول ما صاحب المكان بيعرف انها رسامه شاطره بيقول لها توريه رسمها يمكن ده يشفع لهم، وفعلا بتبدا زي ترسم وبتعرض لهم مهاراتها في الرسم وبيعجب صاحب المحل بيها وبرسمها جدا وبيقرر يسيبهم يمشوا بس من غير ما يبيع لهم اي حاجه. وبعد ما بيمشوا شويه بتقول زي لوين ان خطتهم فشلت، فبيقول لها ان ما تيأس وان على الاقل عرفوا مكان صاحب المحل لانه طبعا بيعمل صفقات غير قانونيه. كلم بياع الخضار واللي بيكون بيراقبهم وبيعرف زي علشان تاخد بالها. بيروح بياع الخضار بعد كده لصاحب المحل وبيقول له انه راقبهم زي ما طلب منه وعرف مكانهم وان باين كده انهم مش بيكذبوا وصادقين في كلامهم، وبيقول له ان عندهم لوح سيئه جدا في الجوده فممكن يستفادوا من مهاره زي، وبيقول له كده سعر اللوحه هيزيد طبعا. فبيقرر صاحب المحل انه يجيب زي وبيقول له انه يروح يجيبها بس يحاول يتخلص من جوزها طبعا. وعلى الناحيه الثانيه بنلاقي زي وهي داخله اوضتها وبتلاقي رساله فبتروح بسرعه لاوضه وين ومن غير ما تفكر بتوريه الرساله اللي لقتها في اوضتها واللي بتكون من صاحب المحل ومحتواها انه عايزها. فبيقول لها وين انهم عايزينها لوحدها بس هم هيروحوا سوا لان المفروض هم متجوزين ومش عايزين يخليهم يشكوا وهو كمان مش هيسيبها تروح لوحدها. وبالليل بيروحوا للمدينه وبيكون المكان ضلمه جدا وفجاه بتيجي ناس من وراهم وبيغطوا وشهم وبيخطفوهم وبيفكر وين بشكل سريع وبيرمي الميداليه بتاعته على الارض. وبعد كده بنعرف ان اللي خطفهم صاحب المحل وبيتاسف لهم على الطريقه اللي جابهم بيها بس ما كانش ينفع ييجوا غير بالطريقه دي، وده علشان العين عليهم الفتره دي بسبب القبض على المعلم تشاو وانه موافق انه يديهم شاره بس بشرط ان زي تحسن جوده كام لوحه عندهم. فبترد زي انها ما تقدرش تقول موافقه ولا لا من غير ما جوزها يسمح لها، وبيسال وين عن رايه وبيقول له انه اكيد مش هيتكلم وهم مربوطين وانه يفكهم الاول. فبيقول صاحب المحل البياع الخضار انه يفكهم وبعدين بيقول لهم انه اكيد مش محتاج يعرفهم ان الموضوع ده سر بينهم وعلشان كده هم هيناموا عندهم. وعلى الناحيه الثانيه بنلاقي يانج داخل اوضه وين وبيلاقي رساله سايبها له فبيروح مع المسؤول عشان يدوروا على وين وزي وبيلاقي الميداليه بتاعت وين اللي رماها على الارض. وعند صاحب المحل بنشوف وين وزي نايمين في الاوضه اللي قال لهم عليها وطبعا بيبقوا نايمين على نفس السرير لان صاحب المحل بيكون مخلي بياع الخضار يراقبهم. بيحكي وين لزي عن وعده لابوه انه يجتاز اختبار الرسم وانه عايز يبقى رسام بس لو ما نجحش مش هينضم للجيش زي ما هو عايز، وبيقول لها ان سبب اصراره على الانضمام للجيش هي مامته لان زمان دخل عليهم في البيت حرامي وقتلها قدام عينيه وما كانش عارف يعمل اي حاجه. بتعيط زي طبعا من كلامه وهي متاثره وزعلانه عليه وبتساله يا ترى هينجح ازاي وهو مش بيعرف يرسم. فبيقول لها ان في نوعين من الفنانين، الاولاني فنان تقني يعني لازم يكون ماهر في الرسم وده بيحتاج تقدير وتقييم كويس للوحه بتاعته، وابوه بقى محددش هو عايز يبقى انه نوع فيهم فمش لازم يكون بيعرف يرسم وممكن يبقى فنان اكاديمي. وتاني يوم بيدخل صاحب المحل وبياع الخضار الاوضه بتاعتهم بس بيلاقي زي واقفه لوحدها وبيستغرب، وقبل ما يسالها فين جوزها بيجي وين من وراه وبيحط ايده على رقبته وبتقول له زي هو ليه بقى عايزها لوحدها. فبيخاف جدا وبيقول لها ان هو ملوش دعوه وان رئيسهم هو اللي طالب انها تيجي لوحدها من غير اي حد ولا حتى جوزها. فبتقول زي انها تروح
بتروح معاهم وبيهدد وين صاحب المحل ان لو حصل اي حاجه لمراته مش هيسيبه ابدا. ولما بتيجي زي علشان تمشي بيوقفها وين وبيطمنها. وبعد كده بنلاقيها ماشيه مع بياع الخضار عشان تقابل الرئيس، واللي بنتفاجئ كلنا مع زي انها السيده مي مرات ابو وين. فبتدري زي وشها بالحجاب اللي معاها بسرعه عشان السيده مي ما تعرفهاش. بتقرب السيده مي منها وبتسالها باستغراب ليه لابسه الحجاب، فبتقول لها انها خايفه من المسؤولين لحسن حد منهم يشوفها. وعلى الناحيه الثانيه بيكون صاحب المحل قاعد مع وين وبيساله عن ميعاد رجوع زي، وبيرد صاحب المحل ان مراته هتعمل كل اللوح فاكيد هتتاخر شويه، فبيضربوا وين على رقبته علشان يغمى عليه. وبيسمع الحارس اللي بره الصوت فبيدخل بسرعه بس بيضربوا وين وبياخد السيف بتاعه كمان. وبيروح ليانج والمسؤولين عشان يساعدهم يقبضوا على باقي العصابه وكمان عشان ينقذوا زي من ايديهم. وعند زي بتكون قاعده وخلاص بتخلص اول لوحه وبتكون السيده مي بتراقبها. واول ما بتخلص زي بتروح علشان تشوف عملت ايه في اللوحه، واول ما بتشوف التعديلات بتنبهر بمهارتها وبالغلط بيقع الحجاب من على وش زي وبتمسكه بسرعه علشان ما تشوفهاش. لكن السيده مي بتكون شافتها وبتفتكرها كمان وبتقول لها تكشف الحجاب من على وشها، لكن بترفض زي وهي خايفه. وبيجي في الوقت ده حارس وبيعرف السيده مي ان المسؤولين موجودين، فبتفهم طبعا ان زي مشتركه معاهم وبتبلغ بياع الخضار انه يخلص عليها، وبتمشي هي مع الحرس. وبيهجم بياع الخضار على زي علشان يموتها. والناحيه الثانيه عند وين بيروح له يانج وبيقول له انهم لقوا مكان زي اخيرا، فبيروح لها بسرعه واول ما بيوصل بيلاقيها واقعه على الارض وبيعيط لما بيفهم انها اتكشفت وعلشان كده خلصوا عليها. وبيفتكر ذكرياتهم سوا وهو منهار، بس في اللحظه دي بتخبط زي على كتفه واللي بتكون مبدله لبسها مع لبس بياع الخضار، فبيتفاجئ وبيسالها عملت كده ليه. بتقول له زي انها اول ما لقيته هيقتلها خافت، بس استجمعت شجاعتها وهددته وخوفته انه لو قرب منها هتقطع اللوح، وبالغلط وقع على الحجر ومات. فبدلت لبسه بلبسها عشان العصابه لو جت تاني يفكروها ماتت. وطبعا مش بتقول له ان مرات ابوه هي رئيسه العصابه، وبتقول له انها لسه ما اكتشفتش فهتروح تكمل مهمتها علشان يقبضوا على باقي العصابه. وبتمشي بسرعه وتسيبه وهو بيكون متاكد انها بتكذب عليه وانها مخبيه عليه حاجه. وعند زي بتروح تراقب السيده مي اللي بتكون دخلت بيتها علشان تلم حاجاتها وتهرب بسرعه، وبيجي والد وين علشان يمنعها وبتزقه وبتوقعه على الارض. وفي الوقت ده بتكون زي دخلت البيت وبتحاول تمنعها، وبيكون وين في الوقت ده بيراقبهم وبيسمعها وهي بتعترف على نفسها ان هي اللي قتلت مامته زمان علشان كانت عايزه تاخد مكانها. ولما بتيجي تهجم على زي علشان تخلص عليها هي كمان بيجي وين وبيمنعها وبينقذ زي، وبيجي المسؤولين عشان يقبضوا عليها. وبتروح زي بسرعه تطمن على والد وين وهو بيروح وراها وبيلاقيه واقع على الارض، فبيشيلوه وبيقعدوه على الكرسي وبيحذرهم منها علشان عارفه كل فنون الدفاع عن النفس، فبيطمنوه انها خلاص اتقبض عليها وخلصوا منها اخيرا. وبيحكي له وين انها اعترفت انها اللي قتلت مامته علشان تاخد مكانها، فبيتضايق ابوه جدا وبيتاثر وبيقرب لابنه وبيتاسف له عن كل اللي عمله في حقه، وعشان كمان كل يوم وقف ضده فيه وجه عليه وبيحضنوا بعض وبيتصالحوا. وبعد ما بتمر فتره بيجي ميعاد الاختبار وبيتقسموا الطلاب لمجموعتين، وين بيكون في مجموعه الفنان الاكاديمي وزي بتكون في مجموعه الفنان التقني. وبينجح وين في الاختبار اخيرا وبيوصلها بالليل لحد اوضتها، وبيقول لها انه الصبح في حاجه مهمه جدا عايز يقول لها عليها، فهيجي لها بكره. وبعدين بيسيبها وبيروح اوضته وبيقعد يفكر فيها زي ما هي كمان بتفكر فيه. وتاني يوم بتصحى زي من النوم بس بتلاقي نفسها رجعت لبيتها تاني في الزمن بتاعها، ولما بتفتح اللاب بتاعها بتلاقي القصه وكل حاجه حصلت بينهم مرسومه، فبتعيط بتاثر وهي بتفتكر كل حاجه حصلت بينهم. وهنا بيخلص المسلسل. سلام.